السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بما اننا بقى في موسم المانجا فقلنا نعمل تورتة مانجا، ولكن تعالوا نعملها بشكل مختلف شوية عن التورتات اللي احنا بنشوفها اللي هي تبقى كلها متغلفة بالمانجا. تكنيك بسيط كده هنستخدمه علشان نعمل الديكور الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد مع بعض شوية حسنات ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقى أنا خبزت نص كيلو من دقيق الاسبونش الجاهز في صينية مقاس 24. نص كيلو سبونش الجاهز بياخد 6 بيضات ونص كوباية من المية، وكمان رشة من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من المحسن الجل. بنخلط المكونات كلها مع بعض ونضربها بالمضرب الكهربائي او في العجان لمدة 10 دقايق متواصلة، وبعدين بنفضيهم في الصينية وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180. بتقعد معاكي حوالي 45 دقيقة ويطلع معاكي سبونش بالجمال ده واللذاذة دي. 5 ديسكات ممتازين جدا جدا. انا هنا هقشر الطبقة اللي على الوش دي، مش عايزاها ومش محتاجاها. الطبقة دي بتكون فيها زفارة البيض بقى وتكون ملزقة كده، فما بتنفعش ان احنا نستخدمها نهائي. انا هنا هحشي في الصينية اللي انا خبزت فيها. جبت كده كام كيس من اكياس التلاجة وفتحتهم كده بالمقص وابتديت افردهم كده بحيث ان هم يغطوا قاع الصينية والاجناب مع بعض. لازم علشان تحشي في الصينية لازم يكون فيها كيس، اوعي تحشي في الصينية من غير كيس والا الكيك هيلزق منك جوه الصينية ومش هيطلع تاني. بالشكل ده هنغطي كل حاجة فيها. تعالوا بقى نعمل الحشوة الجميلة بتاعتنا. انا هنا هشتغل باللبن الحليب الساقع اللي انا غلياه قبل كده وسبته يسقع في التلاجة. انا بشتغل باللبن البلدي اللي هو من عند اللبان، بيدي نتيجة خرافية. ما بستخدمش اللبن المعلب ده نهائي. هنحط نص كوباية من السكر وهنضرب كده بالمضرب لحد لما السكر يدوب معانا شوية. انا هنا بقى ايه، يعني عايزه اقول لكم حاجه، ان انا وانا شغاله كده حسيت ان الجو حر والموضوع مش هينفع ان انا اضرب في بوله عاديه. فانا زي ما انا متعوده معاكم اني انا لما باجي بعمل الكريمه بجيب حلتين ستانلس جوا بعض، وبحط في واحده منهم تلج وبحط التانية فوقيها كده، وبتلجها في الفريزر. يعني بحط فيها ميه وبسيبها تتجمد في الفريزر، فبيبقى زي حمام تلج كده للكريمه بتاعتي. فانا بصراحه طلعتها قلت لا مش هينفع، انا بقى خرجتها من الفريزر ورجعت فيها المكونات تاني وابتديت بقى ايه اضرب من اول وجديد علشان تديني نتيجه كويسه. دوبت السكر في اللبن وبعد كده ابتديت انزل بالكريم شانتيه. هنا نزلت بكوبايه من الكريم شانتيه الخام، وحطيت كمان عليهم نص كوبايه من الباستري كريم. الحقيقه ان الباستري كريم هنا حطيت معاها لانه كانوا حبه صغيرين اللي كانوا عندي، فزودت عليهم معلقتين من اللبن البودر. فتقدري تستغني عن اللبن البودر وكفايه بس عليك الباستري كريم. بس انا عشان كانت الكميه اللي عندي صغيره ما تكفيش الكميه اللي المفروض تتحط. هنا بقى هبتدي اضرب بالمضرب. شايفين حمام التلج ده للكريمه بيخليها رهيبه، بيضاعف معاكي الكميه وبيخليها متماسكه لانك انتي ضربتيها كويس وظبطتيها كويس قوي. شايفين حتى ما بتنزلش من المضرب اهي، يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا. بعد لما خلصنا المضرب بناخد بقى الاسباتيولا بتاعتي وادي الكريمه كده ضربتين علشان نفرغ اي هوا من جواها كده. شايفين الكريمه جميله ولونها لامع ازاي، شايفين ناعمه ازاي، وما فيهاش اي تكتلات ولا مخرزه ولا اي حاجه. هنبتدي بقى نحشي على طول. بما ان هحشي في الصينيه يا هحشي بترتيب الديسكات جوه الصينيه لما كنت بخبزها. يعني ايه؟ يعني انا هنا الجزء ده هو اللي كان ملامس للصينيه، ده قعر الكيك تمام، اللي هو اخر طبقه كانت ملامسه للصينيه عندي. هبتدي انزلها تاني في تحت علشان لما اجي اقلبها تبقى هي اللي من فوق، فاهمني؟ هنسقي الكيك بمحلول سكري اللي هو عبارة عن كوباية مية غليتهم مع 3 معالق كبار من السكر، وأول لما بيغلوا بطفي عليهم النار واسيبهم يبردوا تماما. عبيت الكريمة في كيس من اكياس الحلواني وابتديت أحشي الكيك بتاعي.
بس عشان ما اقعدش بقى اعبي الكيس والجو حر وانا عايزه اسرع من عمليه ان انا احشي الكيك بتاعي بسرعه، ببتدي احط من الكيس الحلواني على اطراف الصينيه علشان بس تظبط لي الدنيا، وبعد كده بحط حبه كده بالاسباتيولا وبكمل حشو عادي. هننزل بقى بطبقه من المانجا. دي مانجا انا مقطعاها عادي خالص، مش عامله فيها اي حاجه. وهبتدي احط طبقة برضو من الكريمة كده فوق حشوة المانجا علشان تمسك كويس قوي، الديسكات تمسك في بعضها كويس قوي. وهنسقي الكيك بتاعنا عادي. بس نصيحة مني، لما تكوني بتحطي حشوات زي المانجا او الفراولة جوه الكيك، ما تبالغيش في سقي الكيك بتاعك. يعني ممكن ما تسقيهاش خالص لانها بتشرب من السوائل اللي بتبقى موجودة في الصوصات اللي احنا بنحطها وبنحشي بيها التورت بتاعتنا. هنحشي بقى بنفس الطريقة لحد لما نكمل بقية المقدار اللي عندنا وبس. وهندخلها التلاجة بقى، هنغطي عليها كويس قوي بالكيس من فوق. انا سايبه اهو جزء بره من الكيس اللي انا فرداه في الصينية علشان اغطي بيه، علشان ما تاخدش اي روايح من التلاجة عندي، كمان علشان وش الكيك ما ينشفش معايا. هندخلها بقى التلاجة وهنكمل تجليسها بقى. ممكن مثلا تعمليها الصبح وتجلسيها بالليل، ممكن تبدأي فيها قبلها بيوم، براحتك. انا يعني ايه عملتها واشتغلت فيها على طول، يعني سبتها حوالي ساعة في التلاجة وبعد كده اشتغلت فيها. ضربتك طبعا كمية كريمة تاني، وابتديت بقى احط جزء كده على القاعدة، قاعدة التورتة، علشان اما اجي اقلب عليها التورتة بالشكل ده، التورتية تثبت معايا على قاعدة التورتة وما تتحركش يمين ولا شمال. الخطوة دي مهمة جدا، اوعي تنسيها. وهنبتدي بقى نرفع بالتدريج. شايفين الشكل منظم ازاي؟ انا بنصح بالطريقة دي لو انت مبتدئة في صنع الكيك. الطريقة دي هتظبط لك الكيك بتاعك جدا جدا جدا. بس بقى هنبتدي نعبي بقى الكريمة في كيس من كيس الحلواني علشان يسهل عليا توزيع الكريمة على التورتة بتاعتي. لان بصراحة الكيس الحلواني بيخليكي تتحكمي في الطبقة اللي انتي بتوزعيها، وبيوزعها بطريقة منتظمة كده وبتبقى سلسة، ووقت التجليس بيبقى معاكي قليل قوي. ما بتبقاش بقى حتة واخدة كريمة كتير وحتة واخدة كريمة قليلة، لا. الكيس الحلواني بصراحة ممتاز في توزيع الكريمة على الكيك. هنبتدي بقى بالسكريبر بتاعتنا كده، نبتدي نملس الكريمة بتاعتنا. شايفين اول لما بلمس الكريمة ازاي بتتجلس معايا؟ شايفين ناعمة الكريمة، ناعمة ومضروبة كويس ومخدومة كويس. علشان كده هتفرد معاكي كويس من غير ولا يبقى فيها تخريزات، ولا انها تشقق منك بعد لما تقعد معاكي في التلاجة شوية. بص بقى عشان الشغل الجامد جاي، خليكي معايا وركزي قوي قوي. وانتي شغاله لو حسيتي ان محتاجه شويه كريمه في اي جزء من اجزاء الكيك، يبقى بتحطي حته كريمه كده من الكيس وبتزيني وبتكملي تجليس التورته بتاعتك. ده تجليس اولي كده لان انا لسه هجلس تاني. بس انا اتاكدت ان كل اجزاء الكيك اللي عندي متغطي بالكريمه. هنجيب بقى السكريبر دي. شايفين السكريبر دي حلوة جدا جدا في الشغل اللي احنا هنعمله ده. السكريبر دي في منها اشكال كتير ومقاسات كتير، بتيجي من عند مستلزمات الحلواني. سعرها يعتبر مش غالي. فيعني جميلة جدا جدا وفيها افكار حلوة قوي. هنبتدي نمشي بقى كده بالتدريج ونشيل الجزء من الكريمة اللي الموجودة عندي دي. ومن فوق برضو هنعمل نفس النظام، بس هنحط السكريبر على شكل نص دايرة. شايفين اغلب السكريبر اللي بره، وهنمسك من عند نص الدايرة ونمشي بالشكل ده. عايزين بقى ندخل لون تاني علشان نعمل الدورانات الحلوة اللي انتوا شفتوها دي. هنجيب بقى لون اصفر جل، وكمان معاها لون احمر جل. علشان انا مش عايزة اللون يبقى اصفر، انا عايزة اللون يبقى اللون المنجاوي الحلو ده. علشان كده هحط اصفر كتير واحمر هحط نقطة صغيرة. شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. هنعبيه بقى في كيس حلواني. ولاحظي وانتي بتفتحي الفتحة في كيس الحلواني افتحيها فتحة صغيرة قوي، علشان لما تيجي تلفي بالشكل ده وانتي بتحطي الكريمة ما تطلعش منك جزء كبير وتضطري تجلسي وياخد منك وقت اطول في التجليس.
تمام. انت ممكن تحس ان الموضوع صعب، لكن هو لا والله سهل جدا، هو بس محتاج تركيز. يعني ركزي كده وانتي بتحطي الكريمه كده، ما تضغطيش ضغطات جامده، مع لفه الطبق الدوار ده بتاع التزيين التورت بايديكي كده، هتديكي النتيجه دي. هنجيب بقى سكريبر تانية اللي هي ملسه. السكريبر الملسه ما فيهاش اي حاجه، وهنبتدي نمشي بيها كده علشان نجلس التورته بقى عادي خالص. بين كل تجليسه وتجليسه انا بغسل السكريبر بالميه وبرجع تاني اجلس تاني. يعني انا شلت اهو، ما برجعش تاني بالسكريبر بتاعتي على التورته، لازم اروح اغسلها كويس، وبعد كده واشيل بقايا الكريمه من عليها، وبعد كده ابتدي اجلس تاني. شايفين النتيجه ابتدت تظهر اهي. هنفضل بقى نجلس رايحين جايين رايحين جايين، ومن فوق ومن الاجناب وكده لحد لما تظبط معاكي. انا خلصت فوق الاول وظبطته كويس جدا، وبعد كده هاخد اخر حاجه الاجناب. واحده واحده كده هيبتدي يظبط معاكي. انا مش عايزه اجري الفيديو قوي علشان تاخدي بالك من كل حاجه انا بعملها. لو حسيتي ان في اجزاء احتاجت لون ممكن تحط لها تاني زي اللي انا حطيته ده. هنجلس كمان مره بالراحه كده، واحده واحده، علشان الشارب ايدج يطلع معاكي كويس، وكمان آم، تظبط معاكي الخطوط بتاعتنا. شايفين الخطوط طالعه ممتازه ازاي؟ هنجيب بقى شويه كريمه ونعبيهم في كيس تاني، ونحط اي بلبله عندك كده، اي قمع تزيين كده، وابتدي اعملي بيهم وردات. طبعا هو لو كان القمع اصغر من كده شوية كان هيبقى حلو، بس انا بصراحة اتلخبطت، يعني برضو يعني بيني وبينكم انا اتلخبطت. فخدت القمع الكبير وعملت بيه الوردات، ولكن كان حلو يعني جميل برضو، مش هيقول لا. هنعمل روزيتات حلوة كده شكلها لطيف. وبعد كده الدريب ده انا عملته بايه بقى؟ شوية الكريم شانتيه اللي اتبقوا، اللي لونهم منجاوي دول، خدتهم وسيحتهم على حمام مائي، وحطيتهم في كيس من اكياس الحلواني، وابتديت اعمل بيهم دريب للتورتايه بتاعتي. شايفين جميل جدا جدا، دي من غير شوكولاتة ومن غير اي حاجة، مجرد شوية كريم شانتيه. حطيتهم في كيس حلواني وحطيتهم في مية دافية كده لحد لما ساحوا معايا. بالإقماع المختلفة بقى اللي عندي ابتديت بقى آه، يعني أنوع بين الإقماع الكبيرة والإقماع الصغيرة، بحيث إن أنا أعمل روزتات كده على شكل إيه هلالي كده، يغطي جزء من التورتة من فوق. يعني روزتات صغننة على روزتات كبيرة، وعينيكي بقى هي ميزانك وانتي بتوزعي الروزتات دي. واخيرا بقى جبت كده منجاية كده، وخدت منها مكعبات كده، وابتديت اوزعهم كده علشان طبعا اعرف الناس ان دي تورتة مانجا. سهلة خالص مفيهاش اي حاجة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك. لايك بقى للفيديو بقى يا حلوين، يلا. حطيت بقى توبر هابي بيرث داي بالشكل ده، وخلصت تورتتنا الجميلة الحلوة. تكنيك جميل وبسيط وسهل، ويعني شكل مختلف عن الأشكال اللي احنا متعودين عليها في التورت. سهل جدا جدا. أتمنى انك تقولي لي رأيك ايه في الكومنتات لو عجبك. وما تنسيش تنوريني بالاشتراك في قناتي صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر، وإن شاء الله نعمل كل جديد مع بعض. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة.